في عالم مليان وجوه مبتسمة وكلمات جذابة، ورا كل الأقنعة دي في أهداف خفية ومصالح شخصية، وكل شخص على وجه الأرض عنده أهداف عايز يحققها حتى لو على حساب أي شخص تاني. وده الجزء التاني من 3 أساليب خفية بتستخدم في العلاقات، وانت بنفسك تقدر تجربها، أو حتى هتلاحظ وانا بشرح لك إنه ممكن يكون حد استخدمها معاك قبل كده. اول اسلوب معانا وهو اللاف بامبنج، وهو ببساطة ان المتلاعب من بداية العلاقة بيبدأ يغرق الضحية حب واهتمام بشكل مش عادي، مكالمات طويلة وكلام حلو على طول وهدايا ورسايل طول اليوم. هتحسي او هتحس انك قابلت توأم روحك، انك اخيرا لقيت اللي بيديلك الاهتمام اللي كنت بتدور عليه من سنين. بس في الحقيقة ده مش حب من أول نظرة، دي خطة نفسية محسوبة، وكل ده مش عاطفة جياشة، بل ده تكنيك تلاعبي مبني على سرعة التعلق، وده عشان يخلي الضحية تعتمد عليه عاطفيا بسرعة. لما الشخص بيتعلق بيبقى سهل جدا السيطرة عليه، وتقدر تزرع فيه أفكارك لأنه خلاص بقى مربوط بيك. ومش بس كده، بل ده كمان بعد ما المتلاعب يدي كل الحب والاهتمام ده مرة واحدة بيختفي، وده بيدخل الضحية في حالة من الجنون لأنه خلاص بقى متعلق بيه. واللاف بامبنج بيحصل عن طريق عدة خطوات، ومن ضمنهم المديح المبالغ فيه. المتلاعب هنا بيزرع عند الضحية شعور استثنائي بالقيمة، يعني كمثل لو حب يتلاعب ببنت هيبتدي يحسسها إنها حاجة استثنائية عمره ما شاف زيها قبل كده. الكلام ده بيخترق الدفاع النفسي وبيخلي الضحية تحس انها فعلا مميزة، وانها اخيرا لقت اللي يقدرها. لكن في الحقيقة هو بيمهد الطريق عشان يزرع سيطرته جوه الضحية. وتاني حاجة الإفراط في الوعود، وهنا المتلاعب بيقنع الضحية بمستقبل وردي وخطط مشتركة بتخلي الضحية يبني مستقبل في خياله مع المتلاعب. يعني كمثل بيبدأ يرسم لك حياة مش موجودة، يقولك أنا بجهز عشان هنتجوز قريب وهنعيش مع بعض للأبد. وكل الكلام ده بيخلق عند الضحية حلم مش واقعي لكنه قوي كفاية علشان يخليها تعيش في الخيال. المتلاعب هنا بيبرمج دماغ الضحية وبيخليه يربط سعادته بيه مش بالحقيقة ولا الواقع. وتالت حاجة وهي التقارب السريع، مشاركة أسرار شخصية، إحساس إنكم بقيتوا قريبين، وطبعا كلها أسرار مش حقيقية. ومن أول أسبوع بيبدأ يحكي للضحية عن مشاكله القديمة وجروحه النفسية، وده بيخلي الضحية يحس إنه خلاص بقى قريب منه وإنه هو الشخص الوحيد اللي فاهمه. بس دي مش صدفة، بل كل ده مقصود. كل معلومة بيشاركها هي وسيلة للتقرب منه أكتر. وبمجرد ما الضحية يتعلق بيبدأ المتلاعب ينسحب بهدوء، لكن عشان يشوف رد فعلك ويقيس سيطرته عليك. لو بدأت تسأل انت فين وليه بعدت كده، هو بيبقى كسب وعرف ان لعبته اشتغلت. وفي النهاية اللاف بامبنج مش مجرد اهتمام زايد، بل دي عملية غسيل دماغ بتتم على مراحل متعددة، بتبدأ بالحب وتنتهي بالتحكم الكامل في الضحية. وتاني اسلوب معانا وهو النيجنج، وهو سلاح خطير جدا ومش بيظهر في صورة هجوم صريح ولكنه مؤذي جدا. وهدف الاسلوب ده هو هدم ثقة الضحية في نفسه تدريجيا عن طريق انتقادات مبطنة او تصرفات تقلل من قيمته، لحد ما يبدأ يعتمد على مديح ورضا المتلاعب عشان بس يستعيد تقديره لنفسه. والمتلاعب هنا بيستخدم كلام تلاعبي على شكل هزار او نصيحة، او حتى مديح بنبرة فيها تقليل من الضحية. والغرض مش انه يستفزه او يخسره، بل الغرض من كل ده انه يخلي ثقة الضحية بنفسه تتهز شوية لحد ما يبدأ يبحث عن رضاه باستمرار. وده عن طريق أول حاجة خلق تبعية نفسية. بدل ما الضحية يكون مستقل هيبقى محتاج مديحه أو القبول منه عشان بس يحس إنه كويس. وده شيء خطير جدا لأنه بيكون قدر يتحكم في الضحية لدرجة إنه يخلي مديحه هو اللي يحدد تصرفه كان كويس ولا لأ، وكأنه خلى الضحية يفقد التمييز ويعتمد على رأي المتلاعب. وتاني حاجة هي تخفيف المقاومة. الشخص الواثق في نفسه بيكون عنده حدود، لكن لو شوية بشوية المتلاعب قدر يكسر الحدود دي بتتلاشى، وبيكون سهل
ان المتلاعب يفرض شروطه، وطبعا كل ده مع حبة هزار وضحك محرج. زي مثلا اللبس اللي انت جاي بيه النهارده ده جميل جدا، بس اللبس ده شبابي وبصراحة مش لايق عليك. هو يبان مجرد هزار ولكنه فيه استصغار واضح، وكمان المقارنات اللطيفة والتحليل المبالغ فيه لسلوكك. كل شوية هتلاقيه بينتقد سلوك عند الضحية بشكل يبين انه بس خايف على مصلحته، وكمان التقليل من الانجازات. يعني على سبيل المثال انت بتقول انك فخور بمشروع عملته، فيرد عليك المتلاعب: حلو جدا انك حاولت، بس لو كان ينفع تظبط الجزء ده. هنا بقى اللعبة كلها. بعد كده هتلاقي نفسك كل يوم بتشتغل بشكل اكتر، مش لانك عايز ده، لكن عشان بس بتحاول تكسب مديحه او اعجابه. وهنا المتلاعب بيكون دمر الضحية وخلى كل هدفه في الحياة انه بس يعجب المتلاعب. وتالت اسلوب معانا وهو بلاينج ذا فيكتيم، وهنا المتلاعب بيلعب دور الضحيه عشان يقلب الترابيزه على الضحيه الحقيقي، وفي اغلب الاوقات بيعمل كده قدام الناس عشان بس ياخد كل الدعم ليه. وده من اكتر الاساليب الخبيثه في التلاعب النفسي. المتلاعب هنا مش بيهاجمك بشكل مباشر، بل هو بيستخدم اضعف سلاح وهو التعاطف. بيلبس وش البراءه ويحكي قصص مليانه وجع ودموع لحد ما يخلي الناس تصدق ان الضحية الحقيقية هي السبب في كل اللي حصل له. والمتلاعب لما يحس انك بدأت تشوف حقيقته او لما تبدأ تواجهه، ما بيحاولش يدافع عن نفسه بهجوم، هو بيحول نفسه فجأة لضحية وبيبتدي يقول حاجات زي: انا ما كنتش اقصد، انت ليه بتعاملني كده؟ ويبدأ يقلب القصة بالكامل. بدل ما الناس تشوف اللي عمله، بيشوفوا دموعه هو، وبدل ما يبان ان الضحية هو المظلوم، بيتحول هو للجاني. والهدف الحقيقي مش التعاطف وبس، لا طبعا، بل هو عايز يسيطر على السرد، يخلي الناس تمشي بروايته هو، ويخلي الضحية يحس بالذنب. الذنب بالنسبة له وسيلة سيطرة، ولما الضحية يحس انه ظلمه، هيبدأ يحاول يصلح الموقف، وده معناه انه يطيعه ويعتذر عشان يرضيه. وانا بشوف ان النوع ده الاكثر انتشارا، وكتير من المتلاعبين بيستخدموه. فمش المهم انك بس تفهمه عشان تطبقه، بل كمان لازم تكون حذر وتخلي بالك عشان ما تكونش ضحيته. لان المتلاعب لو استخدم النوع ده وقدر يكسب تعاطف الناس ويطلعك انت السبب، صدقني مهما كان معاك ادلة واقعية، برضو المتلاعب هيقدر يطلعك غلطان، لانه بيلعب على العاطفة. لو وصلت للنهاية فده معناه انك شخص بيدور على الحقيقة. ولو مهتم تفهم اكتر عن علم النفس الاسود وفن التلاعب بالبشر، اشترك في القناة، لان اللي جاي هيغير نظرتك للعالم تماما.